في قاعة الاجتماعات الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، المسؤولون يناقشون ما وقع في نهائي كأس إفريقيا 2025. الجو مشحون والكل ينتظر القرار النهائي. بالنسبة للسنغال، بابي ثياو تعرض لعقوبة الإيقاف 5 مباريات مع غرامة مالية كبيرة، كما تم إيقاف إليمان نداي وإسماعيل سار لمباراتين لكل واحد بسبب تصرفات غير رياضية تجاه الحكم. أما المغرب، أشرف حكيمي تم إيقافه لمباراتين، واحدة منها مع وقف التنفيذ لمدة سنة بسبب حادثة المنشفة، وإسماعيل سيباري نال عقوبة الإيقاف 3 مباريات مع غرامة مالية بسبب سلوكه غير الرياضي. الاتحاد الإفريقي فرض أيضاً غرامات مالية على الاتحادات الوطنية. السنغال بغرامات مجموعها 615 ألف دولار، بينما المغرب بغرامات مجموعها 315 ألف دولار. جماهير السنغال والمغرب استقبلت هذه القرارات بصدمة وحزن، البعض غاضب والبعض متفاجئ، لكن التوتر خيم على الجميع بعد إعلان العقوبات.